طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثالثة. مر معنا كلام عن المسألتين. قال المؤلف رحمه الله: يعني اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل، تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. قال: ولا أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الثالثة قال: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه فيها الولاء والبراء. هذا من أصول الإيمان، من أصول أهل السنة والجماعة، وهي من أصول الإيمان: الولاء والبراء. الولاء أي المحبة، والبراء أي البغض. فالمؤمن يحب المؤمن واجب عليه أن يحب المؤمن. المسلم يحب أخيه المسلم ويحب له ما يحب لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، إلى آخر الحديث. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وغير ذلك من الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يعني أنهم متحابون. إذا كان كالبنيان فهم بمعنى أنهم متحابون. وهذا هو الواجب، أن المسلم يحب أخاه المسلم، يحب أخاه المسلم، وإن كان هذا في المشرق وهذا في المغرب يحبه. يقول: أنا أحب جميع المسلمين. هذا هو الواجب. لكن صار الآن كثير من المسلمين، نسأل الله السلامة، بينهم البغضاء والشحناء وعدم المحبة، وهذا هو الذي يسعى إليه الشيطان، وهذا هو الذي يفرح به الشيطان أيما فرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يعقد لواءه كل يوم على عرشه، له عرش في البحر، فيرسل جنوده الشياطين، يرسلهم ليفسدوا بني آدم. فيرجع أحدهم ويقول: ما زلت بالرجل حتى قتل، ويقول أحدهم: ما زلت بالرجل حتى فعل، ما زلت بالرجل حتى زنى، ما زلت بالرجل. ويأتي أحدهم فيقول: ما زلت بالرجل حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول: أنت، أو فرقت بينه وبين أخيه، فيقول: أنت، فيجلسه. فهذا الذي يفرح به الشيطان ويعظم من يأتي بجنوده بمثل هذا، أنه فرق بينه ويفرق بين المسلمين، لأن في الفرقة ضعف، وما ضعف المسلمون إلا بسبب الفرقة والتمزق. قال الله عز وجل: ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا، قال الله عز وجل: اطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تنازع سبب للاختلاف، والاختلاف سبب للفرقة. فبسبب الفرقة يضعف المسلمون، تذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، ما في قوة. واليوم المسلمون كثير، صح، كثير المسلمون، لكن بسبب الفرقة. والفرقة إنما جاءت بسبب
ترك دين الإسلام الصحيح، عدم التمسك بالدين الصحيح. وإلا إذا تمسك المسلمون بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة ستجتمع كلمتهم. فالله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله هو دينه، القرآن والسنة. يعني جاءت تفاسير كثيرة، منهم يقول القرآن ومنهم من يقول دين، ولكن يجمع كما قال يعني بعض المفسرين بعض العلماء، يجمع أن حبل الله هو دينه، هو التمسك بدينه. فهذا هو سبيل الاجتماع وطريق الاجتماع، أن نتمسك بالدين الصحيح كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. لن يجمع المسلمين يعني دعوة إلى يعني حزبيات، أو دعوة إلى يعني مناطقيات، أو دعوة إلى يعني قوميات أو غير ذلك. إنما الذي يجمع المسلمين أن ندعوهم إلى الكتاب والسنة، فهم سلف الأمة. هذا هو الذي سيجتمع المسلمون. لماذا؟ لأن الكتاب واحد، هو يعني كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المصدر واحد. إذا تلقى المسلمون من هذا المصدر الصحيح على فهم سلف الأمة سيجتمعون، لأنه لن يتغير ولا يتبدل. ليس هناك اختلاف بين آيات القرآن ولا بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا أراد المسلمون أن يجتمعوا على قول رأي فلان أو شيخ فلان لن يجتمعوا، لأن هذا الشيخ له رأي وهذا الشيخ له رأي وهذا يعني الرجل له رأي وهذا الرجل له رأي. تختلف الآراء وتختلف يعني نعم تختلف الآراء، تختلف الأفهام والعقول، فلن يجتمعوا. هذا يقول أنا اجتمعوا على منهجي، ما منهجك؟ هو يأتي بمنهج. وهذا يقول اجتمعوا على منهجي. لن يجتمع المسلمون، لأن كل واحد له عقل وعقله يفكر خلاف العقل الآخر. لكن الذي سيجمع المسلمين هو القرآن والسنة على فهم السلف، فهم سلف الأمة، أي الإجماع. فهذا هو الواجب، هذا هو الولاء، أي أن المسلم يحب أخاه المسلم. والبراء أي التبرؤ، بغض الكفار والمشركين. لا يجوز موالاة الكفار، أي محبتهم وتعظيمهم لا يجوز. قال الله عز وجل: ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله شيء. يتبرأ الله عز وجل منه، يتبرأ الله عز وجل منه. فهذا من نواقض الإسلام، موالاة الكفار، أي محبتهم وتعظيمهم، ويعني نعم تعظيمهم على يعني المسلمين أكثر من المسلمين، يحبهم أكثر من المسلمين. فهذا يعني من نواقض الإسلام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ولا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم بالحق يخرجون الرسول وإياكم إن كنتم تؤمنون بالله ربكم كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته. الآية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صح هكذا؟ الظالمين، سورة المائدة. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وغير ذلك من الآيات كثيرة. والآية التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ستأتي معنا. قال: لا يجوز له موالاة من حاد الله، أي من أعرض عن الله عز وجل وكان هو في حد والله ورسوله صلى الله عليه وسلم في حد، في مكان وهو في مكان مخالف لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الكافر ولو كان أقرب قريب. ولو كان هذا الكافر لا يجوز موالاته، ولو كان أخوك أو ابنك أو أباك أو قال الله عز وجل كما في سورة يعني التوبة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ثم قال عز وجل:
ولا تتخذوا آباءكم وأبناءكم وإخوانكم أولياء. لا، في الآية قل إن كان آباؤكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة إلى آخر يعني الآية. والآية التي الأولى لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هكذا يبين الله عز وجل أن موالاة الكافر ومحبة الكافر أي لدينه هذا كفر، الله عز وجل يتبرأ منه، الله عز وجل يتبرأ منه ويبين أنه منهم. فلا يجوز اتخاذ الكافر محبة الكافر، فلا يجوز محبة الكافر. فهذا يعني محبة الكافر وتعظيم الكافر قلنا هذا من موالاه لا يجوز، فالمسلم يتبرأ من الكفار. فإذا أحب الكافر لدينه فهذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر ناقض من نواقض الإسلام، ناقض من نواقض الإسلام. فيعني قال الله عز وجل يا الذين آمنوا أو لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، هذه هو الموالاة التي نهى الله عز وجل عنها، أي المحبة، أي المحبة. فلا يجوز، هذا كفر محبة يعني الكافر لأنها محبة للكفر. إذا أنت تحب الكافر فأنت تحب الكفر، وهذا ناقض. المسلم يبغض الكفر ويكره الكفر ويحب الإسلام ويحب أهل يعني الإسلام، يبغض الكفر ويبغض أهل الكفر. أما محبة المشركين لأجل الدنيا، يعني أنهم يعني ما هم عليه في الدنيا، فهذه كبيرة من الكبائر، هذه كبيرة من الكبائر، مثل محبة الكافر لأجل منصبه أو لأجل ماله، هذه المحبة لأجل الدنيا. فهذا يعني اسمه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. ويعني مثل ما فعل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وكان جاهل، لكن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك علمه وبين له، ويعني قال الله عز وجل أنزل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. لماذا فعل حاطب؟ لأن له قال لي مال في مكة وما أحد سينصرني لأجل المال، فهذا يعني كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، ناداهم باسم الإيمان، مع أنهم والوا الكفار لكن لأجل الدنيا ليس لأجل دينهم. وأما يعني محبة المشرك لأجل منفعة مباحة تحصل منهم جائزة، كمحبة الرجل لولده المشرك، أنه ولده يحبه لأنه ولده ليس لأنه مشرك، هذا جائز. أو العكس، محبة الولد لأبيه، فهذا جائز لأنه أباه، يحبه لأنه أباه. أو يعني يحب الرجل زوجته الكتابية، أنه يجوز للمسلم أن يتزوج يعني المرأة الكتابية أي من اليهود والنصارى بشرط أن تكون عفيفة، شرط أن تكون عفيفة ليست يعني زانية. فأيضا من يحسن إليه يحبه لأنه أحسن إليه لأجل منفعة، لأجل منفعة، فهذا جائز، فهذا جائز. فالله عز وجل يعني قال وفي نوح ونوح إذ نادى يعني ربه، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فلا يجوز، تخلص معنا من هذه يعني المسألة الثالثة أنه لا يجوز موالاة الكفار ولا محبتهم ولا تعظيمهم.
قال: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. يعني لن تجد مؤمن يحب الكافر، دل ذلك على نفي الإيمان، أنه ليس من يعني أن هذا من نواقض الإيمان، وليس من يعني وليس من أصول الإيمان، بل من أصول الإيمان أن يبغض المؤمن الكافر، أن يبغض المؤمن الكافر. قال: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فيعني تبين لنا من هذه القاعدة أن الولاء لأهل التوحيد والإيمان، والبراءة من أهل الشرك والكفر، أهل الشرك والكفر، ومن الشرك والكفر ومن أهله. فقدوتنا وأسوتنا في هذه البراءة هو نبي الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم براء وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. وإبراهيم يعني كان أولا يعني قال لأبيه: لأستغفرن لك، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لأواه حليم. فيعني هناك ضوابط في معاملة الكفار يذكرها العلماء، وذكرها هنا الشيخ عبد الرحمن. نذكر يعني هذه الضوابط، وهي يعني فيها فوائد كثيرة في معاملة الكفار، يعني ذكرها نقلا عن الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. الأول يعني قال: عدم الموالاة لا تقتضي أننا نقاطع الكفار في الأمور والمنافع الدنيوية، بل يستثنى من ذلك أمور. يعني مقاطعة الكفر، نقاطع الكفار، لكن لا يعني ذلك أننا يعني لا ننتفع إذا كان هناك في منفعة في يعني معاملة الكفار. إذا كان هناك في منفعة دنيوية في معاملة الكفار فنعاملهم معاملة، ليس موالاة، معاملة. قال: ويستثنى من ذلك أمور: الأولى أنه مع بغضنا لهم وعداوتنا لهم نبغض الكفار، صح، ونعاديهم، فهم أعداء، يجب أن ندعوهم، مع أننا نبغضهم ونعاديهم، لكن يجب علينا أن ندعوهم إلى الإسلام، إلى الله عز وجل، ولا نتركهم نقول هؤلاء أعداء خلاص نتركهم، لا، بل يجب علينا أن ندعوهم إلى الإسلام، فهذا يعني أول شيء أن ندعوهم. ثم يعني إذا لم يستجيبوا وكان المسلمون عندهم قوة وقدرة، نطالبهم بالجزية، يدفعوا الجزية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعدهم. وكان عندما كان المسلمون هم يعني لهم القوة، كانت راية الجهاد مرفوعة، يأتون إلى الكفار أولا يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا كما فعل خالد ابن الوليد رضي الله عنه مع فارس عندما ذهب لقتال يعني دولة فارس، أول شيء أرسل إلى ملك فارس، إلى كسرى، قال: لو أسلم تسلم، أسلم تسلم، دعاه أولا للإسلام، فإن أبيت فالجزية، فإن أبيت وأبوا فقاتلهم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فبعد ذلك قاتلهم. والثاني هذا الأول أن ندعوهم.
إلى الإسلام، أن ندعوهم يجب علينا أن ندعوهم إلى الإسلام. أما الآن فالمسلمون أصبحوا ضعاف، ما عندهم القوة. وكذلك يعني هناك ضوابط لمسألة القتال. الآن اختلف يعني مسألة القتال اختلفت عما كان من قبل. كان من قبل يعني المسلمون يذهبون بعيد عن ضعفاء المسلمين، عن النساء، عن الصغار، يذهبوا بعيدا لقتال الكفار، يخرجوا من خارج المدن كان القتال، ولن يستطيع الكفار أن يصلوا إلى هؤلاء الضعفاء إلا إذا هزم المسلمون جميعا سيصلوا إلى الضعفاء. فكان يعني القتال مشروع، يعني يتجنب ضعفاء المسلمين من النساء والصغار وكبار السن والذين يعني عندهم أمراض لا يستطيعون القتال. فيعني ضابط القتال موجود، يعني لا يستطيع الكفار أن يصلوا إلى ضعفاء المسلمين، كانوا يخرجوا إلى بعيد فيقاتلوهم. وكان القتال وجه لوجه بالسيف أو بالرمح أو يعني بالمنجنيق، هذا الذي جاء يعني تجعل فيه حجارة أو ثم يرمى. يعني جاء في زمن يعني المتأخر بعد الصحابة جاء هذا زمن المنجنيق يرمى، أو في زمن الصحابة أظنه وقع يعني يرمى ليكسر. فيعني كان المسلمون يذهبون إلى الكفار، فلن يصل يعني المنجنيق إلى ضعفاء المسلمين، لن يصل إليهم. أما الآن تغيرت يعني تغير الحرب الآن كما قال يعني بعض العلماء الشيخ عبد الرزاق البدر بزر. الآن إذا أنت تريد تقاتل لابد أولا من شروط الجهاد، هناك شروط، ليس الجهاد فقط يعني مجرد حماسة نذهب ونقاتل، لابد هناك شروط تحفظ يعني تحصن النفوس الذي خلفك، تحصنهم. الآن إذا مثلا نحن نريد نقاتل، نحن نريد المسلمون يريدون يقاتلوا، هناك من هو صغير لا يستطيع يعني القتال، وهناك النساء وهناك الأمراض، إلا بد هؤلاء أن نحميهم. نحن نقاتل من أجل أن نحميهم ولأجل أن يعني نذل الكفار أو ندعوهم إلى الإسلام، ندخلهم في الإسلام أو نذلهم ونحمي المسلمين من خطرهم. أما الآن إذا ذهبنا نقاتل، أين المسلمون؟ أين سيبقوا هؤلاء الضعفاء؟ لابد أن نجعل لهم أماكن لا يصل إليهم الكفار. ومعروف أن يعني الآن يصل يعني السلاح إلى أي مكان. هؤلاء الآن الذين يعني نحن نقول هؤلاء الذين هم يعني يحملون يعني حملة شرسة على يعني الدولة السعودية، هؤلاء يعني هم على الصحيح هم أعداء، وهم أدوات يعني الكفار. يعني يروا أن الدولة السعودية هي أفضل دولة مسلمة، الكفار يريدوا ينهوها. الآن هي أفضل دولة مسلمة، أقوى دولة مسلمة، أفضل دولة مسلمة، فيها التوحيد، فيها الحرمين الشريفين، فيها يعني العلماء تخرج علماء الكبار في السعودية، فيها يعني تنشر الإسلام في كل دولة، في أكثر من كم دولة. يعني الآن في إندونيسيا كم جامعات تبع السعودية؟ 3 أو 4، ليبيا وما أدري في ميدان، والآن في باتام الآن يجهزوا في باتام يعني جامعة إسلامية تبع الجامعة الإسلامية. وهذه الجامعات هل يأخذون من الطلاب؟ لا، يعطوا الطلاب. الطالب إذا دخل إلى الجامعة يعطى مال. من أين هذا المال؟ من إندونيسيا، من الدولة السعودية. في إفريقيا ما أدري كم جامعات وما أدري كم مدارس الدولة السعودية هي التي تنفق عليها إلى الآن، وغير في الهند، في باكستان، يعني في جامعات على الدولة السعودية. قل لي من هي الدولة مثل الدولة السعودية الآن يعني تنشر الإسلام وتنفق على يعني تعليم دين الإسلام؟ ما في دولة مثلها، لا يوجد. صح؟ حقا لا يوجد. نحن منصفين، لا يوجد. يقول لك الدولة فيها وفيها وفيها، فيها يعني الآن يعني الاختلاط، فيها المسارح. نحن لا ننكر هذا موجود في كل دولة، هذا موجود في كل دولة. هذه منكرات، هذا آخر الزمان، هذه المنكرات. نعم، نحن لا نقول أن الدولة السعودية يعني دولة معصومة ما فيها ذنوب وما فيها، لا، هذا خطأ. من يقول هذا الكلام؟ الدولة السعودية كغيرها من الدول فيها ذنوب، فيها معاصي، فيها. لماذا موسم الرياض؟ ولماذا طيب موسم الرياض الآن لماذا أنتم تتكلموا على موسم الرياض؟ هم معصية، هذا خطأ منكر. نعم،
المنكر يعني ينكر، المنكر ينكر. لكن أنتم تقولون موسم الرياض، طيب يعني هؤلاء لهم أكثر من 100 سنة مثلا في اليمن، أصحاب اليمن هؤلاء الإخوان المسلمين في اليمن أكثر من 100 سنة قبر هود يزار في شعبان، لماذا لا تنكروا هذا؟ هذا شرك، هذا كفر، هذا ليس كفر، هذا لا يدخل النار، يعني لا يحرمه من دخول الجنة. نعم قد يدخل النار يعذب ثم مآله إلى الجنة، هذا الذي يفعل المعاصي، الزنا، شرب الخمر، نقول مع أنه لا يعني، لكن نقول هذه معاصي، هذه لا تحرمك من دخول الجنة، إنما قد تحرمك دخول أولي، لكن هذا يحرمك من دخول الجنة، شرك. لماذا لا تنكروا مثل هذه وتنكروا مثل هذا فقط؟ هذا دليل يعني سوء المقصد في القلب. فإذا هؤلاء يعني نقول نرجع إلى هذا، يقولوا لماذا الدولة السعودية ما تناصر يعني فلسطين؟ هذه المسألة، لماذا الدولة السعودية لا تناصر فلسطين؟ هؤلاء عندهم قوة، لماذا لا يذهبوا يقاتلوا؟ طيب يعني الدولة السعودية، من هي الدولة الأقوى الآن في العالم؟ أمريكا. السلاح من أين يأتي؟ السعودية من أين تأخذ السلاح؟ من أمريكا. السلاح الذي مع السعودية في أمريكا ما هو أفضل منه، صح؟ طيب يعني الدولة السعودية تعتبر ضعيفة أمام الأعداء، ضعيفة. هي قوية مثلا إذا أنت تريد لابد أن تذهب تحارب، طيب من سيحفظ للشعب؟ إذا تحارب سيباد الشعب السعودي. لابد أن تكون هناك قوة، أن يكون المسلمون عندهم قدرة على حماية ضعفاء المسلمين وعلى القتال. الآن حتى إذا قاتلت السعودية عندها قوة ستقاتل، لكن كم ستحمي؟ يعني 20 مليون أو 10 ملايين. لابد أن تكون لهم هناك أماكن يدخلوا إذا جاء الطيران. الآن من أمريكا صاروخ مباشرة إلى داخل الحرمين، صح؟ وهو جالس ما يريد، ما سيذهب يقاتل، هو جالس في غرفته فقط يضغط زر صاروخ إلى داخل الحرمين. أين سيحج المسلمون؟ أين سيعتمر المسلمون؟ هذه عقول ما عرفوا، ما درسوا أصلا، ما تعلموا، لأنه ليس الجهاد فقط مجرد حماسة، لابد هناك شروط للجهاد، لابد هناك شروط. ويعني الجهاد يأتي بعد أن يتعلم المسلم أمور دينه أولا. فلذلك العلماء عندما يؤلفون يعني أولا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، ثم يعني الصيام والزكاة والحج، بعد ذلك يأتي كتاب الجهاد بعد هذه، لأن هذه أركان الإسلام أولا. لكن هؤلاء يعني من الإخوان المسلمين وغيرهم يقولون، يتهموا علماء يعني علماء أهل السنة ويستهزئون بهم، هؤلاء علماء الحيض والنفاس، يدرس لك يعني مسائل الصلاة والزكاة، يترك يعني وما يتعلم الجهاد. أولا تعلم كتاب يعني كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تزكي وكيف تحج، ثم بعد ذلك تعلم الجهاد. أولا كمل نفسك، المسلم مأمور أولا بإصلاح نفسه، بإصلاح نفسه، ليس بعد ذلك إذا أصلح نفسه كما تقدم معنا. أولا العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين، هذا أولا، ثم العمل بالعلم، ثم بعد ذلك بعد أن تكمل نفسك بالتعلم ثم العمل بعد ذلك تدعو. وهكذا في باب الكفار، أولا المسلمون يتمسكون بدينهم، تعلمون تعاليم الإسلام، ثم يعملون بالإسلام الصحيح، ثم بعد ذلك إذا تمكنوا يدعو ينتقلوا إلى باب الجهاد. لا، هؤلاء يأتون من باب الجهاد أولا، ما يعرف يصلي ما يعرف يتوضأ يذكر باب الجهاد، خطأ. لا، لابد تعلم أولا أمور الإسلام ثم أيضا تعلم أمور الجهاد. هناك شروط، هناك قواعد في باب الجهاد يذكرها العلماء في باب الجهاد. ولعلنا أطلنا، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.